لو عايزه تاكلي حاجه سهله وسريعه وجميله وما بتاخدش وقت خالص وبمكونات بسيطه وفي نفس الوقت مغذيه جدا جدا جدا، شايفين شكلها طريه جدا حلوه جدا، تنفع للاطفال، تنفع لللانش بوكس من جوه. شايفين شكلها؟ دي الحشوه بتاعتها. شوفي الطريقه بتاعتي هتعجبك جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة وصفتنا سهلة وسريعة، هنعمل مع بعض مافن مالح او بان كيك. وصفة سهلة وسريعة جدا، تنفع للأطفال، تنفع للكبار، مغذية جدا ومفيدة جدا، وبرده فترة المدارس اللي احنا فيها دي تنفع لللانش بوكس، هتبقى حلوة قوي قوي. يلا نشوف مكونات الوصفة مع بعض على طول. اولا هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي مع بعض. مكونات الوصفة معانا اساسها الدقيق، كوباية دقيق تمام اللي هو الشوب بتاع المية، وكوباية لبن، وبيضتين تمام، واي نوع جبنة عندك سواء جبنة قريش او جبنة فتة، اي نوع جبنة عندك، ومجموعة من الخضار. عندي فلفل رومي تمام سواء اخضر او الوان، المتوفر عندك حطيه، وعندي كمان بصل متقطع صغير، وعندي حزمة بقدونس برضو متقطع صغير، بس هناخد الورق بس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وكمان معايا زيتون اخضر اللي هو برضو المتقطع صغير، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل ومعلقه بيكنج باودر على السريع كده صغيره. هنخلط ده كله مع بعضه بالطريقه اللي هتشوفوها معايا دلوقتي وهنجهزها مع بعض. يلا نبتدي مع بعض على طول. بصوا يا حبايبي دلوقتي هبتدي بايه. انا معايا دلوقتي البيضتين تمام، انا هكسرهم هنا. معايا اولا بوله غويطه او طبق غويط ماشي. انا لو عايزه اعمل الكميه اللي انا هعملها معايا دي بالظبط هتقلدوها بالظبط. طب لو عايز تعملي اقل شويه يبقى هتقللي من كل حاجه. هنبتدي هنقلل البيضتين وهنقلل كل حاجه. طب هنعمل على الكميه دي يبقى اتبع معايا الخطوات. اولا البيضتين تمام، طبعا نسمي الله. واحنا بنعمل اي حاجه في الاكل او في اي حاجه في حياتنا بيفرق جدا الموضوع ده معانا تمام. بعد كده هنحط بعد ما حطينا البيضتين تمام هنحط معاهم زي ما قلت لكم اللبن. دي اول حاجه ابتدينا فيها. هنفك البيضتين كده كويس قوي 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 في اللبن بالمضرب بتاعك تمام. هنفكهم كويس كده. انا حبيت ان انا احط اللبن مع البيض عشان اللبن يساعد ان البيض يفك كويس جدا جدا كده. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد ما فكينا البيض كويس قوي هنحط كوبايه الدقيق دي. بسم الله ماشي، حطيناها كلها. طبعا الوصفه دي عايزه اقول لكم ان هي مغذيه جدا جدا، فيها كميه فوائد مش طبيعيه. فيها بيض وفيها لبن، فيها حاجات حلوه قوي. او للاطفال اللي ما بيحبوش البيض واللبن لما تدخلوهم في الوصفه دي هتعجبهم جدا. بصوا يا حبايبي دلوقتي انا حطيت الدقيق خلاص، قلبته كويس جدا جدا. لازم الدقيق يبقى بالسمك ده كده تمام، مش عايزاه خفيف يبقى عامل زي الميه، ولا عايزاه تقيل قوي. انا عايزاه سمك يقدر ان هو تمسكيه وتدلقيه او تسكبيه في اي طاسه او اي حاجه واحنا بنسويه ان شاء الله ماشي. ده شكل السمك معايا شايفين اهو ماشي. بعد كده نبتدي بقى نحط الخضار تمام. معايا الفلفل والبصل والبقدونس، دي حزمه بقدونس واحده طبعا كله متقطع صغير. عندك فلفل الوان تمام مفيش مشكله. من اول هنا بقى، من اول الخطوه دي كده، ان الحاجات اللي بحطها اختياري. بمعنى ايه؟ يعني مثلا ما عنديش بقدونس، ما عنديش بصل، ما عنديش مثلا فلفل، او عايزه استبدل بحاجه تانية، مفيش اي مشكله. هتحطي اللي عندك ومش هتحطي اللي مش عندك طبعا تمام. هنقلب كويس كده. دلوقتي احنا حطينا المكونات اللي هي الخضار ماشي. وطبعا هنيجي بقى لخطوه الجبن. خطوه الجبن زي ما قلت لكم اي نوع جبنه عندك هتحطيها. انا عندي جبنه، عندي نوع الجبنه ده تمام هحطه. انت بقى عندك اي نوع تاني، جبنه قريش، جبنه فيتا، اي نوع جبنه مفيش اي مشكله. وبرده تنفع بالجبنه الموتزاريلا بتبقى حلوه قوي قوي. الوصفه دي جميله جدا يا جماعه، حلوه قوي
جربيها على ضمانتي. دلوقتي يا حبايبي انا خلاص حطيت الجبنه مع الخضار ماشي، طبعا قبليهم البيض والدقيق واللبن. طبعا في خطوه مهمه جدا كانت في البدايه بس معلش تناسيتها، ان انا ما حطيتش بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر ده مهم جدا 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 ولازم يتحط في الاول خالص، تمام؟ بس عادي مفيش اي مشكله. فهنحط دلوقتي مع بعض معلقه بيكنج باودر، تمام؟ المعلقه دي بتفيد في ايه؟ بتفيد ان هي بتخلي القوام بينفش كده وبيبقى كويس قوي معانا، تمام؟ هنقلب كويس جدا. في المرحله دي لقيت القوام خفيف هتزوديه دقيق معلقه 2 3 لحد ما يتقل معاكي بالسمك اللي انا قلتلك عليه ده، تمام؟ لقيتيه تقيل برضو ممكن تزوديه مثلا بقين ميه او لبن لو متوفر عندك. طيب دلوقتي هنحط برضو مع بعض الزيتون، سواء اخضر او زيتون اسود برضو متقطع صغير بالمنظر ده. وبعد كده طبعا هنحط مع بعض الملح والفلفل الاسمر. هي دي التوابل الوحيده اللي انا يعني استخدمتها في الوصفه دي، ملح وفلفل اسمر بس. يبقى انا كده خلصت المكونات بتاعتي كلها معاكم ماشي. لو عايزين نعيدها تاني مفيش اي مشكله. ملح، فلفل اسمر، دقيق، بيض، لبن، الخضار بقى بصل، فلفل الوان او فلفل عادي، بقدونس. دلوقتي خلاص المكونات بقت جاهزه معايا على طول. هو ده الخليط اللي انا عايزاه، تمام ماشي؟ هو ده الخليط اللي انا عايزاه وهي دي المكونات اللي انا حطيتها كلها. دلوقتي هنبتدي نسويها بقى مع بعض ماشي. دلوقتي بقى احنا هنبتدي ان احنا نسويها مع بعض. خلاص احنا جهزناها. طب هنسويها على ايه؟ عندك طاسه او اي حاجه، صينيه مثلا تكون ما بتلزقش اهم حاجه، وهنحطها على النار هنسويها من فوق، تمام؟ بالطريقه اللي هتتبعيها معايا دلوقتي. دلوقتي يا حبايبي جينا لاهم طريقه واخر طريقه وهي طريقه التسويه. معايا زي ما قلت لكم اي حاجه تكون ما بتلزقش، وخلي بالك من النقطه دي كويس جدا. دهنتها دهنه زيت، تمام؟ وبعد كده هجيب اي حاجه زي مغرفه او اي حاجه تطلع لي كميه محدوده، تمام؟ بالشكل اللي انا هوريه لكم ده، وهنروح حاطين كده في الصينيه بالمنظر ده. بسم الله اهو كده. طبعا احنا هنسوي كذا واحده جنب بعض ماشي. اول ما احط الحاجه في الصينيه اروح موطيه عليها، لاني طبعا انا عايزاها تستوي كويس من جوه برضو. احط كذا واحده بالمنظر ده جنب بعض كده، تمام كده. هما بيعملوا شكل دايره كده مع بعض، بتبقى صغيره كده على قد ايه مسكه الايد، بتبقى لطيفه جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص وهتتقلب الناحيه التانيه على طول. طبعا اتبعوا معايا الخطوات. دلوقتي انا حاطه 3 اهم، تمام؟ النار لازم تكون واطيه، بس في الاول طبعا النار كانت عاليه قوي. بعد اول ما حطيت الخليط رحت موطيه النار. هتاخد دقيقه وبعد كده هرجع هقلبها معاكم. بصوا يا حبايبي يا دوبك خدت دقيقه واحده بس، ورحت قلبت اول 2 لان طبعا هما كانوا اول 2 هم يعتبروا معايا خلاص اتقلبوا. تالت واحده هقلبها كده. انا هسوي كله بالطريقه دي. الواحده بتاخد دقيقه بتتقلب على الوش التاني ويبقى كده استوت خلاص، تمام؟ هعمل الكميه كلها بالمنظر ده وبعد كده هوريكم الشكل النهائي هيبقى روعه. بصوا يا حبايبي دلوقتي انا اهو قلبتها على الوش التاني. هي يعتبر خدت على الوش ده دقيقه او دقيقتين، والوش ده دقيقه او دقيقتين، ويعتبر كده خلاص استوت. عملت الكميه كلها بالمنظر ده. طب انت بقى عايزه تعملي واحده واحده، عايزه تعملي 3 3 4 4 على حسب مساحه الحاجه اللي بتسوي فيها. هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، بس طبعا لو احتاجتي من وقت للتاني في الكميه كلها انك تحطي دهنه زيت من ما بين كل واحده وواحده او كل 3 و3 اعملي كده، ولازم تكون الحاجه ما بتلزقش. وده الشكل النهائي للمافن او للبانكيك بعد ما استوى. طبعا المافن او البانكيك المالح شكله جميل جدا وشهي جدا وما خدش مني وقت خالص. جربيه على ضمانتي مش هتندمي انك عملتيه. وطريقه السوا بتاعته سهله جدا جدا جدا، شايفين؟ وده الشكل النهائي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا على استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.